أخبار بطولة. تعاقد نادي الفتح الرياضي مع اللاعب أمين فرحان لموسمين، كما انضم اللاعب علي الحراق للحصص التدريبية للفريق. تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لموسمين. حسب جريدة الصباح، فالرجاء نجح في التوصل إلى اتفاق مع الفتح الرياضي للتعاقد مع اللاعب أيمن مولوعة، وقيمة الصفقة 350 مليون سنتيم. شملت الصفقة أيضا تسوية الرجاء المستحقات العالقة مع الفتح. أطلق نادي الرجاء حملة انخراط جديدة تهدف إلى بلوغ رقم قياسي في المغرب في عدد المنخرطين، والهدف الوصول إلى 1000 منخرط. توصل نادي كوكب المراكشي إلى اتفاق مع نادي نهضة بركان للظفر بخدمات اللاعب يوسف الزغودي بعقد يمتد لموسمين. قدم نادي الوداد عرض رسمي لنادي سوتشو الروسي للتوقيع مع يحيى عطية الله مقابل 450 ألف دولار. حسب المعطيات، فالفريق الروسي يرغب بضعف المبلغ. برمج فريق الوداد مباراة ودية أمام استاد المغربي السبت بمركب ويلناس بداية من الساعة 6. أقامت نهضة بركان حفل تتويج بدرع البطولة، كما ظهرت الانتدابات الجديدة على أرضية الملعب، كل من أسامة الحدادي وبوخريس والعزري. دخل نادي الرجاء في مفاوضات متقدمة مع اللاعب بلال ولدشير، لكن بند المردودية في عقد اللاعب قد يكون له دور كبير في حسم الصفقة أو فشلها.